يا مساء الجمال أو يا صباح الخير زي ما تشوفوا الفيديو في التوقيت اللي هتشوفوه إن شاء الله. تعالوا النهاردة نعمل الفراخ الكنتاكي. عملناها من غير زيت كتير خالص ومقرمشة جدا. أنا هسيب الصوت عشان تسمعوا صوت القرمشة بنفسكم. تعالوا نشوف عملناها ازاي في الاير فراير من غير برشة زيت، بس من غير زيت كتير. تعالوا بقى نشوف المقادير والوصفة بالظبط عشان تطلع مظبوطة معاكي وحلوة وزي بتاعت بره بالظبط. انا دول اوراق جبتها وقسمتها نصين وحطيتها في التتبيله ديت من امبارح او ممكن قبليها بساعتين. التتبيله دي هقول لكم البهارات بتاعتها اهي: كركم وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وهكتبهم لكم في الوصف، ومرقه دجاج. هنحطهم في التتبيله وميه ساقعه ونغطيهم كده زي ما انتوا شفتوهم. بعد كده بقى هحط برضو نفس البهارات دي على الدقيق، وممكن نحط رشة بقسماط معاها ومعلقتين كبار نشا عشان برضو تطلع في الكفر يعني. بس بحطها بقى في المية وبعد كده احطها في الدقيق، ولو عايزة الكفر ايه يكون قوي ممكن نحطها نرجعها في المية تاني واحطها في الدقيق. حطيتها في علبة عشان تطلع تاخد الايه الشكل اللي هو الكريسبي ده. هنا بقى كمان شلت الجلد، يعني ممكن تشيلي الجلد لو مش بتحبي الكفر يبقى بالجلد عشان تاكلي كده الكفر على طول باللحم. انا هنا في دول شلت الجلد منهم اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبقعد بقى اعملها احطها في المية. بعد كده بقى هسيب بقى اشغل الاير فراير واسخنها الاول عشان عايزة ادخل الفراخ على سخونية عشان تاخد صدمة كده في الأول عشان تستوي معايا. بصوا انا اهي سايباها شغالة اهي لغاية لما ايه اديت بقى رشة للفراخ زي ما انتوا شايفين كده. برشها كده كويس بالزيت، هي دي بس حبة الزيت اللي برشها، بس مش هناخد زيت اكتر من كده. وبعد كده بحطها في الاير فراير وطلعت مستوية وحلوة جدا، بس كل شوية تقلبيها. هي هتاخد وقت معاك، بس هتاخد منك وقت، بس هتوفرلك كتير قوي في الزيت عشان دلوقتي الزيت احنا عارفين غالي. بس ده وهتطلع زي بتاعت بره وزي المقلية بالظبط اهي. بصوا كده خدت كفر يعني اول وش. بقعد ايه هقلبها تاني كل شوية، تفتحي وتفصلي كده اير فراير وتقلبيها تاني على الوشين عشان ايه تضمني ان هي استوت من ايه كل الاتجاه. بس وهكذا بقى هنعمل كده وهحط بقية الكمية. بصوا طالعة، بصوا يا جماعة مقرمشة ومستوية جدا، محدش يقول لي لا مش مستوية، جربوها في الاير فراير هتعجبكم. بصوا شكلها يجنن، ولا طعمها كمان حلو جدا يا جماعة. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.